السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة هعمل ايه؟ هعمل كفتة. عندي كفتة، فقلت الغدا بتاعنا كفتة، فقلت اغير المقدمة واجيبها لكم احنا بنعمل على البوتاجاز. طب معاكي ايه يا مرمى عشان ما تتكلميش كتير؟ معايا حلة وفيها بصل وفيها المادة الدهنية اللي انت عايزاها، وهنمسك ده كله ونحمره. في ناس بتعمل الكفتة بتوم، انا خدت على اني اعملها ببصل. ممكن تقللها فص ثوم وتخش الايه. فتعالوا نشوف طريقتي انا كده هتعجبكم ولا ايه. طب يا مرمى، انت ما جبتيش طريقه الكفته وانت بتعمليها؟ لو انت عايزه اكتبي لي وانا اقول لك مقاديرها او طريقتها او اعملها لك. هي سهله جدا وبتطلع تحفه تحفه، وبصراحه بتنفع في البيت. يعني لو عملتيها وشلتيها بتنفعك قوي في البيت في اي وقت. كده هنسيب البصله تتشوح معانا وهوريها لكم. اهي يا بنات البصله معانا اهي، تدينا اللون الذهبي، وهننزل عليها ايه بالطماطم. احلى الحاجات اللي ممكن تعمليها وتحطيها في الفريزر عندك كفته، وقت ما تحتاجيها تلاقيها، واكله سريعه وجاهزه على طول لو انت مستعجله او اي حاجه. بصوا يا بنات، انا بحب احط شويه فلفل اسود كده على البصله، بتدي لها ريحه حلوه قوي. شمي بقى، بتطلع ريحه، وشويه ملح بتوحد لون البصله. لازم ايديكي فيها عشان البصله ايه ما تتلسعش منك وتبقى واحده واحده. لازم على طول ايديكي في البصل لو نارك عاليه. خلاص يا بنات، عشان الاكل ما يتحرقش مننا ويمرر. هي دخلت في اللون الذهبي اهو، هنزل عليها ايه بالطماطم بتاعتنا. بس كده، الله الله على الريحه. خلاص هسيبها بقى تتسبك، وتعالى نعمل شويه رز. اكلنا سريع سريع كده ما ياخدش مننا وقت. يلا بقى نعمل شويه رز حلوين كده في السريع. معايا ايه يا بنات؟ معايا حله فيها ماده دهنيه اللي انت عايزاه، بس لازم شويه زيت. عايزه تحطي سمنه بلدي، سمنه اللي انت عايزاه، وعليها حبه زيت بتخلي الرز مفلفل وحلو وحلو قوي. انا حطيت بقى الشعريه، حطي كميه الشعريه اللي انت عايزاها، وبرده هنحمرها وايدينا فيها عشان ما تتلسعش مننا وتطلع واحده وواحده. خلوا بالكم يا بنات من التركات دي لانها تنفع. مش تسيبي مثلا الشعريه على البوتاجاز وتروحي تعملي حاجه تانية هتتلسع منك. بصي في ثانيه. بصي يا بنات، انا عايزاها ذهبي كده، يبقى لونها ذهبي، تبقى شكلها حلو قوي في الرز. الرز طبعا انا غسلاه. بتحطي الملح، طبعا الملح ده الرغبه، طبعا الرغبه، انت عارفه رزك قد ايه وبياخد قد ايه تحطي الملح. هنزل بشويه الرز دول حرام. وتشوحي ده كله في قلب بعضه لحد ايه ما يتغلف بالماده الدهنيه اللي انت حطاها.
عايزه تحطي له شويه فلفل اسمر حطي، انا مش بحط عشان ما يغمقهوش. لو عندك فلفل ابيض حطي. بس كده. خلاص. انزل انزل بالميه. يا دوبك الميه تغطي الرز بتاعنا. ده رز عادي بلدي بتاعنا، وكنت نقعاه نص ساعه كده ولا ربع ساعه قبل ما عملت الحاجه بتاعتي، ورحت عاملاه لان انا بحب انقع الرز. بس كده. هسيبه مش هغطي عليه، لما تشرب اروح مغطيه عليه. خلاص اكلتنا خلصت. ادي الرز اهو يا بنات، هوطي عليه. خلاص كده اتشرب. هوطي عليه واغطيه. الصلصه اهي اتسبكت. اتسبكت خلاص. هنزل بقى بالميه بتاعت الميه او الشوربه اللي انت عايزاه. بس كده. لو عندك شويه شوربه عايزه تنزلي عليها انزلي، وهسيبها تغلي. وبعد كده ايه، نسقط ايه البطاطس. بصوا يا بنات الرز استوى وطفيت عليه. تحفه تحفه تحفه. بصوا شكله خطير. يا بنات الاكل خلص وعملت الرز جميل قوي قوي قوي. وبصوا الكفته بتاعتنا كمره ظلمها حمرا وتحفه وجميله. وبص ما خدتش وقت مننا، واكلنا جاهز. وكنت عامله شويه مخلل لفت اهو، جزر حطيته جنبها. عايزين تقلوا بتنجان، شويه سلطه، اعملوا اللي انتوا عايزين. انا قلت بس اغرف لكم واوريكم شكل الاكل، لكن احنا ايه شويه كده ونتغدى. قلت عشان انهي معاكم الفيديو اقول لكم ايه. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ولأول مرة يخش قناتي يعمل لايك ويعمل اشتراك عشان يجيله كل جديد من مطبخ مرمر. اقول لكم ايه، سلام يا احلى متابعين في الدنيا. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. ها و... واتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه للاخر وتحطوا له لايكات. سلام.